تعرف منين إنك متورط في علاقة توكسيك؟ احنا عادة بنستخدم المصطلح ده في مواقف ما تستاهلش قوي ان احنا نستخدمه فيها، او نلاقي نفسنا مثلا بنهزر مع بعض كتير نقول انت مالك بقيت انسان توكسيك كده، او ايه العلاقة التوكسيك دي. وده كله مفهوش مشكلة. المشكلة الحقيقية بتبدأ لما تبقى في علاقة توكسيك وانت شخصيا مش عارف ان انت في علاقة توكسيك. طب ايه موضوع العلاقات التوكسيك او ايه العلاقات السامة دي؟ المصطلح ده جه منين؟ اعرف منين واميز سمات العلاقة السامة؟ ده كل ده هنحكي فيه في الفيديو ده. أول شخصية استخدمت المصطلح ده هي دكتور ليليان جلاس، واتكلمت عن موضوع التوكسيك ريليشن شيبس، وسمت الكتاب اللي هي كتبته عن الموضوع ده توكسيك بيبل. وعايزة أشجع أي حد بيسمع الفيديو ده، أرجوك اقرأ الكتاب ده لو أنت حاسس إن في خلل في علاقاتك بالناس. طيب ايه هي سمات العلاقات السامة؟ ببساطة الشخص السام او العلاقة السامة هي اللي بيبقى فيها شخص ما بيفرحش لفرحي، ما بينبسطش لنجاحي، بيهد اي مجهودات انا بعملها عشان اكون شخص سعيد او شخص ناجح في الحياة. وانت بتسمعني في الفيديو حاسس طب ما دي حاجة سهلة قوي ان انا اكتشفها، انا لو لقيت حد بيقدرني وبيغير مني ومش مبسوط لانبساطي وبيهد كل مجهوداتي سهلة قوي اميز الشخصية دي. لكن هي المشكلة بقى ان الحاجات دي ما بتظهرش بالوضوح ده. بالعكس لما هنحكي عن السمات هنشوف انه بيبقى الكور من جوه، القلب من جوه بيبقى عايز يفشلني مش عايز لي النجاح ومش عايز لي السعادة. لكن السمات الخارجية سمات ممكن اتعايش معاها وما فسرهاش على انها علاقات سامة. طيب ايه هي سمات العلاقات السامة؟ اول حاجة السلوك المتسلط. تلاقي نفسك داخلة في علاقة مع حد خانق للعلاقة دي، رأيه هو دايما اللي بيمشي، صوته هو دايما اللي أعلى. أو تلاقي نفسك اتورطت في علاقة الشخص التاني هو نقطة المركز والحياة كلها بتدور حواليه بشكل مباشر أو غير مباشر، هو عنصر الجذب اللي في العلاقة دي والكون كله بيلف حواليه، وبالتالي هو مسيطر على العلاقة. علاقة اتجاه واحد، إني ألاقي إن في شخص من الطرفين هو دايما اللي بيسمع، دايما اللي بيعمل مجهود، والطرف الآخر هو دايما اللي بيتكلم، دايما اللي بياخد، دايما اللي شبعان، والشخص التاني ده مش محطوط خالص في خريطة العلاقة دي. غياب الحدود. لما تلاقي نفسك داخلة في علاقة احتياجاتك مش معبر عنها، ولو تم التعبير عنها مش بتسدد، لكن الطرف التاني دايما بيقول احتياجاته الأول، ودايما اللي بيتكلم الأول، ودايما مدي لنفسه الحق ان يكسر كل حدودك اللي انت حطاها لنفسك او حدودك اللي انت حاطتها لنفسك في سبيل ان احنا كل حاجة بينا مشترك. استغلال المعلومات الشخصية. تلاقي نفسك حكيت حاجة غصب عنك مش حاسس ان هي حاجة توقعك في مشكلة، لكن تلاقي اللي قدامك وقت كده ما حاطط المعلومة دي في جيبه وبيستخدم الكارت ده عشان يستغلك او عشان يكسب موقف ضدك. فبنلاقي العلاقة دي علاقة سامة، لانه انا ممكن اكون بتكلم بأريحية عن حاجة تخصني لكن اللي قدامي بيستخدم ده ضدي. علاقة في الخفاء. لو انا مبسوط في علاقة شبعاني وبسطاني، انا ليه هخبيها عن الناس؟ لكن من سمات العلاقات السامة اني ابقى في علاقة مع حد واحس ان الحد ده مش عايز يقول للناس ان احنا في علاقة مع بعض، دايما بيخبي الموضوع، دايما عايز العلاقة دي في الخفاء. على طول محتاج يبقى عندي ريد فلاج كده ان في حاجة غلط في الشخص اللي قدامي. الضغط المستمر، اني اكون حاسس اني طول الوقت مضغوط حتى لو انا ما عنديش سبب للضغط ده، دايما متحاوط بكلام سلبي، دايما متحاوط بالحاجات الوحشة اللي بتحصل في الكون حتى لو انا ما عنديش سبب، لكن انا داخل في علاقة مع شخص الشخص ده طول الوقت نظرته سوداوية للحياة. الغضب المزمن، انك تلاقي نفسك مصاحب حد من اصحابك الولاد عندهم الغضب المزمن ده. ومش بتكلم على الغضب نتيجة ضغط في الشغل او ازمة اقتصادية، انا بتكلم على نوع الغضب اللي الشخص ده بيستخدمه عشان يتحكم في العلاقة. مصطلح خدوهم بالصوت. تلاقي حد ده فجأة صوته عالي وغضب عشان لمجرد حد قبله قال وانا مش موافق على الكلام اللي انت بتقوله ده، على طول يثور ومشاعره تطلع ويستخدم الغضب كوسيلة للتحكم. بعض السمات اللي ما بتبانش قوي زي السخرية المزمنة. احنا عادة بالذات كشعب مصري او كشعب عربي نبقى بنحب التنمر، بنحب نحكي وبنستخدمه كوسيلة لتكوين العلاقات. لكن اللي ما نعرفوش بقى ان جزء من سمات العلاقات السامة هو الشخص الساخر طول الوقت، ان يبقى قاعد مع حد طول الوقت بيسخر من كل حاجة انا بعملها، وكأنه من غير ما ادرى بيقلل مني بطريقة تضحك لكن هي في الاخر طريقة بتجرح هويتي من جوه. الهزار المستمر، وانا كتير
بسمع الموضوع ده بالذات في العلاقات العاطفية، انه انا مرتبطة بشخص طول الوقت بيهزر وبيضحك، مش عارفة افتح معاه موضوع جد. الحقيقة الهزار المستمر ده وسيلة للتنفيس عن غضبي، بس انا بعملها بطريقة ما بقاش بعلي صوتي او مش عايزة اجرح اللي قدامي، فبضطر اني اعملها بطريقة هزار مستمر. الحقيقة ان ده بيسطح العلاقة مع الوقت، وبلاقيش حاجة انا حاطط عليها اساسات العلاقة. في نوع كده بقى بايخ جدا في العلاقات اللي بيستخدم العقلية العقابية، يقول انه الشخصيات الوحشة تستاهل يحصل لها حاجات وحشة. وبنشوف ان السمة دي بتتقدم في العلاقة بشكل بارد جدا، انه انت عملتي كده تستاهل اللي هيجرالك. وبنشوف ده مش بس في العلاقات العاطفية، بنشوف ده حتى في العلاقات جوه البيت، من ابهاتنا من امهاتنا، حتى احنا في علاقتنا بولادنا ممكن نعمل كده، انه انت عملت كده تستاهل اللي هيجرالك. دي من اصعب سمات العلاقات السامة. سمة من السمات المرهقة جدا هي عدم الامان المفرط. محتاج تأكيد من الشخص اللي انت مرتبطة بيه او اللي انت مرتبط بيها، تأكيد على كل حاجة انا بعملها، كأن كل سلوك بعمله محتاجة ابص اللي جنبي، انا تمام، انت مبسوط مني، انت سعيد من اللي انا بعمله، اغير في حاجة، وكأني داخلة العلاقة دي طول الوقت ماشية على حبل، مش عارفة انا ماشية صح ولا لا، من غير ما اعرف. ده بيشفط طاقة الشخص اللي انا داخل معاه في علاقة، وببقى كأني محمل اللي قدامي مسؤولية العلاقة دي من غير ما انا يبقى ليا اي دور فيها. اصدار الاحكام، وده بيقلل الثقة في النفس جدا جدا جدا. ان تلاقي نفسك في علاقة مع صديقة ليكي وفي سمة كده بتطلع منها، انه كل كلمة خارجة منها كأنها حكم، وهي بتحكي عن حد، الحكم اللي خارج منها ده كأنه حاجة ثابتة وقعت على الشخص ده شخص ما تصاحبيهوش، دي البنت دي غيورة جدا، اللي بيحصل في الشغل ده شيء مش معقول، وده ظلم وده ظلم وده ظلم. واكتشف نفسي اني انا لبست وتحط على كتافي احكام انا ما اخترتهاش اساسا، ولا حتى كان ليا الحق اني افكر فيها او اغير وجهة نظري فيها. وبنشوف ده في العلاقات العاطفية، انه بعيش مع حد شخصيتي بتتلغي معاه، استيكة كده بتمسح شخصيتي، لان اللي قدامي بيتكلم بثقة انه اكيد صح، يبقى اكيد انا في حاجة غلط او طريقة تفكيري غلط، وافضل اتلخبط، واللخبطة دي مع الوقت بتخليني افقد ثقتي في نفسي وفي ارائي. اخر سمة في سمات العلاقات السامة هي المناورة. عارفين في مصطلح كده بالانجلش بيقول they take no for an answer. تلاقي شخصية كده بتفضل تسأل، تزن لحد ما تلاقي الحاجة اللي هي عايزاها او تاخد الحاجة اللي هي عايزاها. السمة دي لو لقيتها في علاقة أنا فيها، من فضلك ابعد، لأن الشخصية دي بتشفطني، الشخصية دي بتدور حياتي كلها على إني أمشي على التراك بتاعها، أمشي على أسلوب حياتها هي، أمشي على أسلوب أفكارهم هم واختياراتهم هم. وتاني بيحصل نفس الموضوع، إن أنا مع الوقت بتلغي خالص، شخصيتي بتتلغي وآرائي بتتلغي، ورغباتي وتعبيري عن الحاجة اللي أنا محتاجها أو عايزها بتمحو مع الوقت. محتاج أقول حاجة مهمة جدا في السمات ال13 دي، إنه وأنا بقرب أحكم على العلاقة دي إذا كانت علاقة سامة أو لا، لازم على الأقل أشوف سمة أو سمتين من ال13 دي وتبقى مفرطة في تعبيرها عن نفسها أو باينة بطريقة حادة جدا، لأنه السمات دي هي سمات مشتركة في تحديات تانية في العلاقات، زي الثقة في النفس أو السطحية في العلاقة أو صغر النفس. فمش معنى إني لقيت سمة من السمات دي موجودة ده معناه إن أنا دخلت في علاقة توكسيك. عشان كده عايزة أشجعكم وإنت بتحكم على العلاقة دي، قرب وابني حكمك ده بالراحة وبحكمة. ما تنساش قبل ما تقفل الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشير مع صاحبك التوكسيك.